المحك. رحيل مارسيل كولر على الابواب، يعني ممكن ما تاخدش ساعات، لان في اجتماعات بتدور دلوقتي داخل مجلس اداره النادي الاهلي. نتمنى يكون في قرار حاسم برحيل كولر وبشكل يليق بيه. ده راجل برضو بيلعب بيمرن في النادي الاهلي او بيدرب النادي الاهلي او مدير فني للنادي الاهلي. فنتمنى يمشي بشكل يليق بالنادي الاهلي مش بيه هو، يعني الطريقه اللي هيمشي بيها يمشي بطريقه تليق بالنادي الاهلي بشخص مارسيل كولر يعني. ففي حاجه اتكلمنا على رحيل مارسيل كولر، وان ده امر مفروغ منه، وان شكلنا بقى الفتره الاخيره غير مسرور بالمره. شكلك في رحيلك غير صار بالمره. شكلنا الفتره الاخيره مع النادي الاهلي ما يطمنش، ومش شكل تحس ان انت فيه. لا، ده بيحصل معاك كمان سيناريوهات غريبه وسيناريوهات خساره غريبه. انت بتخسر بطرق، يعني مش عارف، في حاجه غلط، في حاجه بتحصل، او في ظلم بيحصل بيخلي ده توابع الخساره. مش بتخسر خساره طبيعيه، مش بتبقى بتلعب مثلا مباراه وتيجي تحصل عليك سيناريو فتبص تلاقي نفسك خسرت. لا، طب سيناريو تبقى المباراه اصلا ممله على الوينجين، وتبص تلاقي دخل فيك هدف غريب. على الجانب الثاني صن داونز امبارح طول المباراه بيحاول، وتيجي في الاخر كوره تخبط في ياسر ابراهيم. تحس ان السيناريوهات اللي بتحصل معاك في المباريات كلها بالشكل ده. في اي مباراه، في مباراه حاسمه بالاخص كمان، تحصل معاك سيناريوهات بالشكل ده، تبقى انت خلاص